في بعض القصص اللي اتقالت عن بئر برهوت، في اللي بيقول إنها حقيقية واتقالت على لسان أصحابها أو على لسان الناس اللي شافوا الحاجات دي قدام عينيهم. ومن الغريب إن البئر ده على عمق 250 متر واتساع فجوته أكتر من 100 متر مربع. فيا ترى إيه هي الإيد البشرية اللي قدرت تصنع بئر زي ده، خصوصا إنه بئر قديم وما كانش فيه نفس الآلات المتطورة اللي بنشوفها في زماننا الحالي. ودايما بيكون البئر مظلم ومحدش بيقدر يشوف إيه اللي جوه البئر إلا في حالة واحدة، وهي لو اتعمدت أشعة الشمس على فجوة البئر. البئر ده موجود في اليمن ويعتبر من الأماكن اللي حصل حواليها قصص وأساطير مرعبة متعلقة كمان بالجن والشياطين. وهنتكلم في الفيديو ده عن 3 قصص حول بئر برهوت. أهلا بيكم. في البداية لو انت من محبين قصص الرعب والغموض اوعى تنسى تعمل اشتراك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل حلقاتنا أول بأول، وبرضه متنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك. ويلا بينا نبدأ حلقتنا. القصة الأولى معانا إن زمان كانت الوسيلة الوحيدة عشان يجيبوا المية هي الآبار، وعشان الآبار بتكون عميقة جدا فهم بيربطوا راجل بشوية حبال متينة، وبيكون فيه رجالة خارج البئر هم اللي بيسحبوه أو ينزلوه داخل البئر. والراجل اللي بيخش البئر ده بيكون معاه دلو او سطل عشان يعبي منه الميه. وفي مره كان في 6 رجاله من قبيله معينه وكانوا رابطين راجل من القبيله دي عشان ينزل يجيب الميه من بئر برهوت. وبالفعل قدر الراجل ده انه يملى الميه 3 مرات متتاليه، لكن في المره الرابعه حصل شيء غريب جدا. وفعلا الراجل قعد لمده طويله جدا داخل البئر ده، وكانوا الناس اللي بره البير ده مستنيين خروجه عشان يجيب لهم الميه. وفعلا بدأوا ان هم ينادوا عليه لكن ما كانش فيه اي استجابه منه. وفجأة حس الرجاله اللي هم كانوا ماسكين بالحبل بتاع الراجل ده ان ايديهم بتتهز بطريقه غريبه، وكأن قوه كبيره بتشدهم وتسحبهم داخل البير. تعتبر قوه كبيره جدا اللي بتسحبهم داخل البير، قوه اكبر من قوه ال6 رجاله دول. وبدأوا انهم يصرخوا ويطلبوا المساعده، وبالفعل اتمكنوا من تخليص انفسهم من المشكله دي. لكن المشكله القلق اللي كان على الراجل اللي داخل البئر ده ازداد للضعف. وفجاه سمعوا صوت صراخه وهو بيقول خرجوني خرجوني. وفجاه انقطع الصوت ده وما حسوش بالوزن التقيل اللي كانوا بيحسوا بيه في الاول، وبداوا ان هم يسحبوا الراجل ده من جوه البير. والكل كان مستني لحظة خروج الراجل ده، وكانت الرجالة بتسحب الحبل ده لفوق بدون مقاومة، وفرحوا لما شافوا وش الراجل ده وشعره. لكن الغريب ان ما كانش فيه اي حركة منه. والمفاجأة الصادمة ان نهاية جسمه السفلي ما كانتش موجودة، وكأن الراجل ده اتشق النصين. والغريب في الامر ان ما ظهرش عليه علامات اي انياب حادة، وكمان اللي فاجئهم ان ظهر على وش الراجل ده علامات الخوف والرعب، وكمان كان في علامات حرق موجودة على ظهره. القصة التانية حصلت في زماننا الحالي من ضمن محاولات استكشاف البئر العجيب ده. كانت محاولة فردية وتشجع واحد من موظفين شركة خط الصحراء ان هو ينزل البئر ده ويستكشفه بنفسه. وبالفعل تم ربطه من خلال زملائه في الشركة بحبل من المعدن، وكمان كان معاه كاميرات عشان يوثق لحظات نزوله لقاع البئر. وبدأ ان هو ينزل شوية شوية لقاع البئر، ولما وصل لعمق 100 متر اتفاجئ العمال اللي موجودين بصراخاته وعمال يقول خرجوني من هنا خرجوني. وبعد ما خرج وهدى شوية سألوه انت كنت بتصرخ ليه؟ قال لهم انا كنت حاسس ان فجوة البئر دي بتتقفل عليا. ولما كانوا عايزين يعرفوا ايه اللي حصل معاه بالتفصيل جوه البير، طبعا من خلال الكاميرات اللي كانت موجودة معاه، اتفاجئوا ان الكاميرات دي ما كانتش بتصور الا ظلام، مع ان وضوح الرؤية في البئر ده في الوقت ده كانت كويسة. القصة الثالثة وهي من اشهر الحكايات عن بئر برهوت، وهي ان في اوقات محددة من السنة بتخرج اصوات انين من داخل البئر. وقال راجل من مدينة حضرموت الموجودة باليمن انهم بيلاحظوا ريحة مش حلوة ابدا جاية من بئر برهوت. ويقال ان بئر برهوت ده اتحفر بواسطة الجن والشياطين، والهدف منها انها تكون سجن لاي جني بيحاول يخالف الأوامر والتعليمات. ويقال أيضا إنه تم حفرها بأمر من أحد ملوك الدولة الحميرية القديمة، واللي قال لأتباعه من الجن والشياطين إنهم يحفروها عشان يحطوا فيه ثروته وأملاكه. يا ترى إيه رأيك أنت في الموضوع ده؟ هل أنت شايف إن القصص دي قصص حقيقية ولا من وحي الخيال؟ أنا عايز أعرف رأيك في التعليقات. ومتنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك بالقناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل حلقاتنا. سلام.